في ليلة من ليالي الفخامة والشياكة كانت الرياض منورة بحفل توزيع جوائز جوي أورد، الحدث الأكبر اللي بيجمع ألمع نجوم الفن والرياضة والمؤثرين في كل مكان في العالم العربي. وطبعا النجم المصري الكبير رامز جلال كان واحد من ألمع النجوم وأكتر الناس اللي خطفت الأنظار على السجادة البنفسجية. كالعادة رامز جلال بحسه المرح واختياراته الجريئة ظهر بإطلالة مميزة جدا، جاكيت لامع من توقيع دار الأزياء العالمية فيرزاتشي. بس الكلام مش كله عن التصميم، لا لا لا، ده سعر الجاكيت هو اللي قلب الدنيا. سعره وصل 474 ألف جنيه مصري، يعني تقريبا كده حسبة 15,000 دولار أمريكي. الجاكيت كان متزين بحروف باسم دار الفخامة السكوين اللامع، وده اللي خلاه ملفت جدا. رامز ما اكتفاش بإطلالته الجريئة، لكن كمان قلب السوشيال ميديا بمجرد ما انتشر التسريبات عن برنامجه الجديد المنتظر في رمضان 2025، والجمهور كله مشغول بالتفاصيل، خاصة بعد ما طلع كلام عن مشاركة النجمة نوال الزغبي في المقالب الجديدة. وبالمناسبة حفل جوائز جوي أوردز يعتبر واحد من أهم الأحداث في المنطقة العربية، وكان بيتذاع على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. كل النجوم كانوا هناك عشان يحتفلوا بالإبداع الرياضي والإبداع الفني في موسم الرياض في السعودية. كالعادة رامز جلال بيثبت إنه مش مجرد نجم، لكن حالة خاصة بتعرف دايما إزاي تخطف الأضواء. مستنيين مفاجآتكم ومستنيين إبداعات رامز جلال زي ما عودنا في رمضان في برنامج مقالب جديد، وكل جمهوره وكل عشاقه منتظرين. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتابعوا كل الأخبار حصرية أول بأول.